ميزانية ب1000 جنيه لوجبات الغداء فقط ل3 أفراد، دي ميزانية مطلوبة مني من إحدى أصدقاء القناة. عشان نعمل ميزانية ب1000 جنيه في الشهر لازم نمشي على خطوات الميزانية صح عشان نعرف نوفر من مصروف البيت. تعالوا نشوف هنعمل كل ده ازاي، بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، لو انت لسه جديده في القناه وشايفه ان القناه مفيده بالنسبه لك متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اما لو بالفعل مشتركه في القناه متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والتعليقات الجميله اللي بتفرحني. طلب اخير هطلبه منكم هو الشير للفيديو لو انت شايفه ان الفيديو مفيد بالنسبه لك او ممكن يفيد اختك او صديقتك او جارتك، فممكن تعملي لها شير، ده فضلا وليس امرا. ده فضلا وليس امرا عشان يساعدني في ارتفاع المشاهدات، لعل وعسى تكون القناه مصدر رزق ليا في يوم من الايام. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خطوات الميزانية بتاعتي اللي أنا بقولها كل مرة عشان أصدقائنا الجداد اللي بيتفرجوا عليا لأول مرة، هي إن إحنا بنطلع صدقة إن شاء الله حتى لو جنيه عشان ربنا يبارك لنا في الميزانية بتاعتنا. رقم 2 إن إحنا بنعمل منيو للأسبوع أو للشهر حسب الميزانية اللي إحنا هنمشي بيها، تمام، عشان نعرف نظبط الميزانية بتاعتنا صح. رقم 3 إن إحنا بنعمل جرد لكل محتويات البيت عندنا عشان نعرف برضو ايه المتاح عندنا نعرف نستغله في المنيو، وايه اللي ناقص عندنا ننزل نشتريه، فبالتالي المبلغ اللي انا عامله بيه الميزانيه يظبط معايا بالظبط. طيب انا قسمت هنا ال1000 جنيه بتاعتي ازاي وهستغلها ازاي لو في تموين او مفيش تموين، وهقول لك كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه لو في تموين، تمام، انا حطيت هنا 500 جنيه خزين. هنجيب ايه ب 500 جنيه الخزين؟ طبعا انا لسه ما اعرفش ايه الجرد اللي عندك في البيت وايه المحتويات اللي عندك في البيت، فانا بتكلم على افكار تعرفي تجيبيها بحدود ال 500 جنيه. تقدري تقللي عن كده او تزودي حسب اللي ناقص عندك في البيت، يعني مش لازم تمشي بالمبلغ بالظبط، انا بديكي شويه افكار. هنجيب ب 500 جنيه ايه؟ هنجيب 6 كيلو رز. لو سعر الكيلو الرز سايب اللي عندك ويكون الحلو ب 28 جنيه، يبقى 6 كيلو ب 168 جنيه. ثمر الرز عندي ب 33 والرز عندي ب 30. الرز بدأ يرخص يا بنات، يعني ما تخلوش حد يستغلكم، دوري عند واحد واثنين وثلاثة. شوف السايب، لو السايب لقيتيه حلو ونضيف استخدميه، مفيش اي منه مشكلة. انا متأكدة ان الرز ب 28 جنيه انا جايباه ب 28 جنيه اللي هو الاكياس، ووالدتي جايباه ب 28 جنيه اللي هو السايب من المنطقة اللي احنا عايشين فيها دي. التجار اللي احنا يعني السوبر ماركت والبقالين اللي حواليا بيحاولوا ان هم يعلوا الاسعار على قد ما يقدروا، فكون ان هو يبيع كيلو رز ب 28 جنيه يبقى الرز بدأ يقل، تمام. فحاولي تدوري على كيلو الرز يكون ب 28 جنيه عشان تعرف توفري في مصروف بيتك. ال6 كيلو دول هنقسمهم على 12 كيلو 12 اكله او اكتر، وهقول لك ازاي. هنجيب 4 كيلو مكرونه ب 72 جنيه، سعر الكيلو 18 جنيه مكرونه سايبه، والاكياس انا جبتها ب 19 جنيه ووريتها لكم. في مكرونه سايبه ب 18 جنيه برضو، هندور ونشوف حد يكون بيتقي ربنا يكون بيبيع مكرونه نضيفه ب 18 جنيه. انا بقول لك الاسعار اللي انا بجيب بيها والاسعار اللي والدتي بتجيب ايه كمان بيها. طب 4 كيلو مكرونه ممكن يعمل لي من 8 اكلات ل 9 اكلات، وبرضه هقول لك ازاي واحنا بنقسم المنيو بتاعنا. هنجيب كيلو شعريه ب 18 جنيه عشان نزود بيها كميه الرز ونستخدمها كمان في الكشري. تقدري تجيبي كيلو الا ربع، تقدري تجيبي نص كيلو حسب الكميه اللي انت بتستخدميها كل مره، وهقول لك تحسبيها ازاي. هنجيب ازازه خل ب 12 جنيه، كيلو دقيق 18 جنيه، عشان نستخدمه مثلا في بشاميل، في سمك، في اي حاجه عايزين فيها دقيق. هنجيب ب 100 جنيه سمنه او زيت للطبخ، لا ياما عليا ممكن اجيب ب 75 ب 50 حسب برضو الكميه اللي انا بستخدمها في الشهر. ب 50 جنيه عطاره النواقص اللي عندي، لو كل حاجه ب 10 جنيه او ب 5 جنيه وتمشي معايا الدنيا حسب برضو المنيو اللي انا هعمله، هعرف انا محتاجه عطاره قد ايه اللي موجوده عندي واللي هشتريها. ب 60 جنيه بكليات، يعني ايه؟ يعني ب 10 جنيه عدس اصفر، ب 10 جنيه عدس بجبه، ب 10 جنيه فاصوليا، ب 10 جنيه لوبيا، ب 10 جنيه مثلا فول مدشوش، تمام، ب 10 جنيه مثلا حمص للكشري، لغايه كده تمام. طب انا ما بحبش العدس، ما بحبش اللوبيا، ما بحبش الفاصوليا، هنستغل الحاجات اللي هي ناقصه من البقوليات ديت اللي احنا مش عايزينها، يا نزود بيها رز يا نزود بيها خضار. هنجيب ايه تاني كده؟ خلاص كده تمام. هيبقى صرفت كام؟ 498 جنيه، واتبقى معايا 2 جنيه من ال 500 جنيه. طيب حطيت له الخضار 200 جنيه، هنجيب ب 40 جنيه طماطم، يعني معدل ب 10 جنيه طماطم في الاسبوع. الطماطم معديه دلوقتي ال 3 كيلو ب 10،
وال2 كيلو ونص ب10 وال2 كيلو ب10. هنزل اشوف الحلوه بالنسبه لي ويعني سعرها يكون مهاود، وهبدا ان انا استخدمها في الاسبوع بتاعي، سواء 3 كيلو او 2 ونص او ال2 كيلو. تمام. يعني ايه يا سمر؟ يعني هننزل السوق متاخر شويه عشان يكون الاسعار هديت واعرف اشتري حاجه تمام. طيب هنجيب ب40 جنيه بطاطس، يعني بمعدل 10 جنيه بطاطس في الاسبوع، سواء 2 كيلو سواء كيلو ونص، سواء لو هي رفيعه شويه 3 كيلو، حسب برضو الاكلات اللي انا حطاها لنفسي او اللي هستخدمها خلال المنيو. عايزه تجيبي طماطم بالشهر، بطاطس بالشهر، براحتك خالص. الطماطم هتجيبيها هتحطيها في درج التلاجة من تحت، هتفرشي درج التلاجة يا اما مناديل مطبخ يا اما فوطه تكون نضيفه عندك، هترصي الطماطم فيها وما تشيليش العنقود بتاعها وما تغسلهاش، وهتغطي الطماطم بتاعتك بفوطه تانية، تبداي ترصي طبقه تانية، وهكذا لغايه لما تخلصي كميه الطماطم عندك. البطاطس هنحطها في مكان ما يكونش واصل له اي اضاءه، تكون مكان ضلمه شويه عشان ما يوصلهاش ضوء وتخضر منك. هنجيب ب50 جنيه بصل وثوم حسب المتاح عندك. انا عندي كميه بصل قد ايه فاضله او كميه ثوم قد ايه، او انا عايزه بصل بس او ثوم بس، ده يرجع لك انتي. ب10 جنيه فلفل، يعني كيلو فلفل تقدري تشكليه حامي وبارد وفلفل كوبي او اللي هو الرومي. ب10 جنيه ليمون، في كيلو الليمون ب10 جنيه اللي هو رفيع شويه، ده حلو انك انت بتستخدمي ليمونه واحده في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها. وكمان بيبقى حلو كمان بعد الغدا لو انت عايزه تعملي عصير ليمون. لا انا مش هستخدم ليمون كتير، ممكن اجيب ربع كيلو، ممكن اجيب نص كيلو حسب ما انا عايزه، والسعر ده اوفره واجيب بيه خضار تاني. ب10 جنيه بتنجان، يعني كيلو بتنجان ممكن اجيبه نص كوبي، ونص التاني اللي هو او رومي، تمام، والنص التاني للحشو او التخليل. ب40 جنيه اي صنف خضار، يعني هنجيب بمعدل 10 جنيه خضار في الاسبوع. هتجيبي بقى كيلو، نص كيلو، ممكن تجيبي مثلا ل 40 جنيه مثلا نص كيلو كوسه ب5 جنيه، على نص كيلو بطاطس تاني، تمام، غير البطاطس التانيه دي ممكن نحمرها جنب مثلا مكرونه او جنب اكلات شعبيه، ودي ممكن نطبخها، تمام. ادي كده 10 جنيه في الاسبوع. ممكن الاسبوع اللي بعديه مثلا اجيب ورق عنب، وانا عندي فلفل كوبي انا، او مثلا وعندي بتنجان، اروح ايه، او باقي عندي كوسه واعمل محشي. ممكن اجيب ايه تاني، ممكن اجيب مثلا اكون مثلا خلصت كده الخضار بتاعي ومش عايزه خضار مثلا في الاسبوع ده، انا هستكفي بالبطاطس، هخليه على الاسبوع اللي بعديه واجيب باميه، ربع باميه او نص باميه حسب سعر الباميه في السوق. يعني انت اللي بتعرفي تظبطي نفسك الافكار اللي انت عايزاها حسب المبلغ اللي انت عايزاه وحسب الخضار والحاجات اللي انتوا بتاكلوها. بصي ركزي بقى معايا شويه في حته اللحوم. هنجيب هنا لحوم ب 300 جنيه، تمام. هقولك على شويه افكار، انا كاتبه هنا حاجات وهقولك برضو عليها، واكتبي ورايا اللي انا هقولك عليه. يا اما هنجيب ب 60 جنيه مفروم بحوالي ربع كيلو، لو هي سعر الكيلو ب 240 جنيه، تمام. هنعمل منها اكله واحده بس او اكلتين، تمام. هنجيب ب40 جنيه سمك برضو بحيث اكله واحده او اكلتين، زي السمك اللي انا قلت لكم في المشتريات اللي هو السمك البلطي الصغير ابو 20 جنيه، ممكن نجيب منه 2 كيلو ونخليه اكلتين. او نجيب مثلا سمك موزه ب40 جنيه، نجيب منه كيلو ونخليه على اكلتين. او نجيب مثلا في ايه تاني كان ب40 جنيه، ممكن نجيب، اللهم صل عليك يا نبي، ممكن نجيب نص كيلو موزه ونجيب كيلو بساريه. نص كيلو موزه نعملها في مره، والبساريه نعملها على مرتين، يبقى تعمل لنا 3 اكلات بال40 جنيه. يبقى ما نستهونش بال40 جنيه، احنا هننزل السوق وندور ونشوف ونفكر ايه اللي احنا نجيبه من بند الاسماك، تمام. البساريه دي من بند الاسماك، الموزه من بند الاسماك، البولتي من بند الاسماك. يبقى انا هشوف ال40 جنيه دول يعملوا معايا قد ايه، واحاول اخليهم على قد ما اقدر كميه اكلات محترمه، تمام. وب30 جنيه بانيه اعملها برضو على ايه، على اكله، او اعملها ناجتس على اكلتين. وب70 جنيه وراك هحاول اخليهم 3 وراك كبار عشان اقسمهم واعمل منهم اكلتين. ادي كده 200 جنيه. و100 جنيه نص كيلو لحمه مكعبات، لو هي ب 200 جنيه من اي منفذ بيع، هتعمل معايا برضو اكله على يومين، تمام. يبقى كده 300 جنيه. في تقسيمه تانية، في تقسيمه تانية، ممكن اجيب ب 100 جنيه لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه، واطلع منهم 3 اكلات. هطلع مثلا 200 جرام وهعمل بيهم كفته رز، هتقعد معايا مثلا، هنزود جنبها البطاطس تقعد معايا على يومين. هيتبقى معايا قد ايه؟ هيتبقى معايا 300 جرام. هقسمهم نصين، هاخد حوالي 150 جرام اعمل صينيه مكرونه بشاميل صغيره على قد 3 افراد مع شويه بطاطس محمره، كده اكله زي الفل. وال 150 جرام التانيين ممكن اعمل بيهم صينيه مكرونه بشاميل تقعد معايا على يومين.
ازاي؟ انا عملتها قبل كده معاكم على القناه، هتلاقوها برضو في قائمه تشغيل الاكلات. دي حاجه. تاني حاجه انا هقولك بالظبط هتعمليها ازاي. هتقوري الكوسه، تاخدي القلب بتاعها هتفرميه في الكبه، وترجعي تحطيه على اللحمه المعصجه اللي انت عصجتيها، اللي هي ال 150 جرام دول هنعصجهم. وبعد ما نعصجهم هنحط عليهم قلب الكوسه اللي احنا فرمناه، وهنرجع نحشي بيها الكوسه تاني. طب احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا هنا كترنا اللحمه المفرومه بالقلب بتاع الكوسه من غير ما حد ياخد باله. هتحشيها تمام بيها الكوسه. بتحشي معاكي قد ايه يا سمر؟ 150 جرام بتحشي معايا حوالي كيلو او كيلو وربع كمان من الكوسه. انا بعملها في البيت وعارفه انا بعملها ازاي. بس اهم حاجه كمان لما تيجي تقوري الكوسه ما تخليش الكوسه رقيقه منك في التقوير، عشان تقدري تحشيها كميه برضو لحمه مفرومه تكون اقل. وهنعملها وممكن تقعد معايا اكل على يومين تبقى زي الفل، او على يوم حسب ما انتوا حابين وحسب ما انتوا كميه الاكل اللي انتوا بتاكلوها. تمام. اللهم صل عليك يا نبي. ادي كده اللحمه المفرومه. لو احنا هنا حطينا 100 جنيه هيبقى فاضل لي 200 جنيه. هجيب بيهم ايه؟ هجيب ب 40 جنيه سمك، ادي كده كام؟ 240 جنيه. ب 30 جنيه بانيه، ادي كده 270 جنيه. وممكن ال 30 جنيه التانيين اجيب بيهم كبده او كبد وقوانص او سجق. تمام، يبقى زودت كمان كميه اللحمه. يبقى انا هنا اللحمه المفرومه استخدمتها 3 اكلات. تمام. جبت سمك استخدمته هنا من اكلتين ل3. تمام، ادي مثلا هنقول 6 اكلات. هنجيب هنا ب 30 جنيه بانيه، عمل معايا لو عملت مثلا ناجتس عمل معايا اكلتين، ادي كده 5 اكلات. هجيب عليهم ربع كيلو او مثلا كبده، او ربع كيلو صدق، او ربع كيلو مثلا او نص كيلو كبد وقوانص حسب السعر. سوري قصدي ربع كيلو كبد وقوانص. ادي كده عملوا معايا كام؟ ادي كده 3 و3 6 و3 بده، ادي كده 9 اكلات. ازاي تاني النقطه دي؟ 40 جنيه يعملوا 3 اكلات سمك. لو قلت لحضرتك جبتي نص كيلو اللي هي سمك الموزه اللي هي 40 جنيه، يبقى نص كيلو ب 20، بترمي معاكي عدد حلو من السمك. تمام، يعني ممكن نص كيلو ل3 افراد يكفيهم. وهنجيب كيلو بساريه ب 20 هنقسمها على نصين، برضو البساريه بترمي معاكي كميه محترمه. تمام، انا عن نفسي 4 افراد نص كيلو بساريه بعمل منها صينيه صغيره جدا. تمام، وبقلي منها الربع تاني، بعمل ربع مقلي وربع صينيه مع شويه رز مع شويه سلطه، او مع شويه مثلا سلطه بابا غنوج، شويه بتنجان بالصلصه، بتمشي الموضوع. يبقى انا ببص على السعر اللي معايا وبحاول اتحايل على الموقف ان انا اكتر كميه الاكل بتاعي. تمام، انا اسفه ان انا بطول في الموضوع بس انا بشرح لك بالتفصيل. يعني كده صرفنا كام؟ صرفنا 200 جنيه. تمام، هيبقى معايا 100 جنيه. ممكن اجيب نص كيلو لحمه مكعبات، او اجيب بيهم وراك واقسمهم على اكلتين او على 3 حسب كميه الوراك اللي هيطلع لي من ال 100 جنيه. طيب ده كده لو في تموين. لو ما فيش تموين هحاول ان انا اخلي الخزين بتاعي هنا 450 جنيه بس. تمام، واحاول اغير في المنيو على قد الحاجه اللي عندي بالظبط، ويبقى كده وفرت 50 جنيه. هحاول اخلي الخضار هنا عندي 150 جنيه، يبقى انا وفرت هنا كمان 50 جنيه، ادي كده 100 جنيه. هحاول اخلي هنا اللحوم عندي حوالي 200 جنيه مش 300 جنيه، يبقى انا وفرت 100 جنيه. تمام، يبقى هعمل بيهم ايه؟ يبقى انا هعمل هجيب مثلا ازازتين زيت للطبخ، لو ازازه مثلا ب 60 جنيه، ادي كده 120 جنيه. والباقي هجيب بسكر لو انا عايز سكر، او اجيب عيش لو احنا بنتكلم هنا عن غدا ينفعني في الغدا. تمام تمام. طب نيجي هنا للمنيو بتاعنا اللي احنا عاملينه لخلال الشهر بتاعنا من قلب المشتريات اللي احنا اشتريناها. انا قسمت لك هنا 12 اكله فيها رز و8 اكلات فيهم مكرونه. تمام، وعشان تفهمي قصدي صح حاولي ترجعي اللي في 10 افكار للتوفير. ده فيديو عندي على القناه هتلاقيه كده في القناه. تمام، و12 خطوه للتوفير برضو هيفيدوكي ويعرفوكي انا قصدي ايه. هنا انا حطيت 12 اكله للرز. هنعمل بيهم ايه؟ ممكن مثلا اعمل مثلا رز ولوبيا، ما انا جايبه هنا لوبيا في البقوليات وجايبه رز. ممكن اعمل رز فاصوليا بيضه نفس النظام انا جايباها هنا من البقوليات. ممكن اعمل كشري مصري، ممكن اعمل كشري اصفر، ممكن اعمل سمك ورز، خضار ورز على ايه؟ على يومين، خضار ورز على يومين، خضار ورز على يومين، ممكن اعمل سمك تاني. ادي كده 12 اكله. طيب عايزه اوفر اكتر من الرز واخليهم 13 اكله، او اخلي اكله الكشري دي ما تتحسبش من 12 اكله. هعمل ايه؟ انا كل مره بطبخ فيهم رز هحاول اخد حوالي 50 جرام من النص كيلو الرز بتاعي. تمام، واركنهم على جنب في علبه او في اي حاجه على جنب، بحيث ان انا استخدمهم اخر الشهر واعمل منهم اكله تانية. يعني مثلا لو انا هنا اخدت هنا 50 جرام وهنا 50 جرام على مدار ال 12 اكله، تمام، اللي هم 6 كيلو، هيطلعوا معايا كام بالظبط؟
هيطلعوا معايا حوالي نص كيلو من الرز تاني. تمام، او ازيد. اقدر اعمل بيهم مثلا اكله الكشري، يبقى انا طلعت اكله الكشري دي بره حساب الرز. تمام، يبقى انا وفرت من نفسي من نص كيلو الرز اللي انا جايباه، وكل مره وفرت حوالي 50 جرام مش هيأثروا معاكي في الطبخه، لانك انت بتزوديه شعريه. يبقى احنا هنا بنزود الشعريه للرز عشان نوفر من الرز نستخدمه في حاجه تانية. نيجي للمكرونه. تمام، انا هنا حاطالك 8 اكلات مكرونه بمعدل نص كيلو في الاكله. 8 ال 4 كيلو قسمناها على 8 اكلات. ممكن برضو اخد حوالي 50 جرام من كل مره. تمام، من 8 اكلات هيطلعوا لي حوالي 200 جرام من المكرونه. ممكن اعمل برضو بيهم اكله الكشري. يبقى انا هنا الكشري، الرز والمكرونه جبتهم من التوفير. يبقى انا بدل ما اعمل نص كيلو مكرونه عملت 450 جرام مكرونه. فهمتي قصدي ايه؟ يا رب تكون الفكره وصلتك. طيب نيجي هنا للمنيو برضو بتاعنا. احنا عملنا 12 اكله فيهم رز لوبيا، رز فاصوليا، كشري اصفر، سمك ورز، خضار ورز على يومين، خضار ورز على يومين، خضار ورز على مثلا على يومين، سمك. تمام، وحطينا كمان اكله مثلا كشري في مره. انا كده وفرت وعملت 12 او 13 اكله. طيب المكرونه مثلا مره مكرونه وبطاطس، مكرونه مثلا بيضه واحط الصلصه لوحدها. ممكن اعمل مثلا مكرونه بيضه، تمام، اسلقها عاديه واعمل الصلصه لوحدها، احط المكرونه لوحدها والصلصه لوحدها. اللي عايز يحط صلصه على المكرونه وبطاطس محمره. مره تانية اعمل مكرونه بشاميل. مره تالتة اعمل مثلا مكرونه وكبده، مكرونه بالصلصه عاديه وجنبها كبده. مره تالتة ممكن اعمل مكرونه تمام وبطاطس محمره. مره رابعه ممكن اعمل مكرونه مبكبكه. مره خامسه ممكن اعمل مكرونه بالخضار، لان اقطع الطماطم مكعبات ما اعصرهاش، واقطع الفلفل بتاعي برده مكعبات. تمام، والبصل برده اقطعه مكعبات. وابدا ان انا اعمل المكرونه بتاعتي. بحمر البصله بتاعتي، مش بحمرها، بخليها تصفر، وبعد كده بنزل عليها بالطماطم المكعبات والفلفل المكعبات واسيبهم ياخدوا غلوتين 3. تمام، وبعد كده بنزل عليها بالمكرونه المسلوقه. تمام، دي برضو طريقه للمكرونه. ممكن اعمل مكرونه بطاطس محمره تاني، ممكن مكرونه تاني بالصلصه، ممكن اعمل مكرونه محمره. يبقى انا عندي 8 اصناف من المكرونه اشكلهم كل مره بشكل مختلف. وممكن في مره اعمل فيها صنف واحد اعمله مرتين حسب المفضل عند الاولاد عندك، بحيث انك انت تعرفي تمشي امورك. طيب ادي كده 20 اكله. تمام، رز ومكرونه. ممكن اعمل مثلا اكله مسقعه، اكله بصاره وبتنجان، فول مقلي وبتنجان. يعني ايه فول مقلي؟ ده الفول اللي هو مدشوش. هتخشي على اليوتيوب تعرفي يعني ايه طريقه الفول المقلي. دي طريقه قديمه من الاكلات بتاعت زمان. جنب بتنجان ما بنحبهاش، ممكن اعمل بصاره تانية لو انا حابه. تمام، او اشوف اي اكله بقى شعبيه اولادي بيحبوها. ممكن اعمل صينيه بقى عدس عدس بالطماطم، اللي هو عدس ايه مدمس، لان انا هنا هستخدم في الكشري 8 كيلو مثلا ايه من العدس. تمام، ممكن اعمل صينيه بطاطس بيضه. يعني ايه صينيه بطاطس بيضه؟ يعني بعملها عادي شبه اكنها بالطماطم، بس ما بحطش عليها طماطم. بعمل صينيه بطاطس عاديه من غير طماطم، بزودها شوربه او مرقه دجاج وميه. تمام، وبتطلع برده حلوه جنب شويه رز. ممكن اعمل صينيه بطاطس عاديه تمام بالوراك. يبقى ممكن هنا الوراك لو عملت اكلتين، مره على جنب محشي ومره جنب الوراك. ممكن اعمل صينيه كوسه تمام ورز. ممكن اعمل بطاطس وفول وبتنجان. اجيب البطاطس والفول هنا استغله من اكل ايه الفطار. ممكن اعمل جبنه قديمه وبطاطس محمره. ممكن اعمل شكشوكه بطاطس محمره. طب تيجي هنا للخضار اللي احنا عاملين خضار على مرتين، خضار على مرتين. اعمل ايه؟ ممكن اعمل كفته الرز تمام ب 200 جرام من اللحمه المفرومه، وازود عليها بطاطس بحيث ان هي تقعد معايا على يومين. تمام، كميه البطاطس هتزود لي اللحمه الكفته. يعني هعمل كفته رز وهقطع بطاطس كده مكعبات واحطها في الصلصه بتاعه الكفته. تمام، تعمل معايا اكل على يومين. ممكن اعمل كوسه باللحمه المفرومه تقعد معايا على يومين. ممكن اعمل محشي ويقعد برده معايا على يومين، يوم فيه وراك ويوم ما فيش. تمام، فاهمه قصدي ايه؟ ده الغرض من الاكل اللي هو على يومين. طب سمر الاكل ده تمام وكل حاجه وعندي تموين وكل حاجه. انت قلتي عايزه اعمل بشاميل. طب فين اللبن حق البشاميل اللي انا هعمل بالبشاميل؟ فين حق الجبنه القديمه والطحينه؟ فين حق البيض اللي هعمل بيه شكشوكه؟ فين حق الخضره بتاعت المحشي؟ هنا بقى هخلي اللحوم بدل 300 جنيه هخليهم 200 جنيه لحوم بس، وناخد ال 100 جنيه دول هنجيب بيهم ايه؟
هنجيب بيهم هنا 42 جنيه رز، يعني كيلو ونص رز، عشان نزود كميات الرز. لو انت يعني شفتي معايا انا تحت حطالك بطاطس ورز وكوسه ورز، فحوالي كيلو ونص رز هنستخدمهم تاني في المنيو بتاعنا لو انت حابه. هنجيب ب10 جنيه لبن عشان نعمل منه البشاميل. هنجيب ب15 جنيه جبنه قديمه وطحينه، يعني ب10 جنيه جبنه وب5 جنيه طحينه على قد الاكله. هنجيب ب20 جنيه بيض علشان نعمل منه الشكشوكه وهناخد منه بضايه للبشاميل. هنجيب ب5 جنيه خضرة، تمام، عشان نعمل منها المحشي وكمان للسلطة. هيتبقى 8 جنيه، ممكن نزود كمان كمية البطاطس. طيب، أنا هنا استخدمت كام أكلة فيها لحوم. استخدمت هنا 8 أكلات فيهم لحوم. بالنسبة لي السمك، فراخ، اللحمة، كلهم بند اللحوم. طب طبعا الأكلات دول جبت إيه؟ جبت نص كيلو مثلا لحمة مفرومة لو قلنا ب100 جنيه، تمام. جبت مثلا ربع كيلو كبده ب25 جنيه، ادي كده 125 جنيه. جبت مثلا ب40 جنيه سمك زي ما اتفقنا، ادي كده 165 جنيه، تمام. جبت ايه تاني؟ جبت مثلا الوراك، الكيلو مثلا ب70 جنيه. انا هكتب لك كده كل حاجه، ادي كده 40 جنيه سمك، 100 جنيه مفروم، 40 جنيه سمك بالترتيب. هنكتب كمان 70 جنيه وراك، ادي كده 205 سوري 200 ايه و10، تمام. يعني ممكن نصرف من ال100 جنيه ديت ال 90 جنيه بس، ونحط 10 جنيه على بند اللحوم، ادي كده جبت 210. عايزه ازود كبده ربع كيلو كبده، يبقى هتبقى معايا 235 جنيه. ممكن نوفرها منين؟ نوفرها من بند مثلا الزيت والسمنه، نخليها ب75 جنيه سمنه او زيت للطبخ بس، او نقلل في العطاره او نقلل في الخضار، حسب بقى الكميه او الحاجه المتاحه عندك في البيت مطرح ما انت عملتي الجرد. كده انا عملت لك الميزانيه بتاعتك، وقلت لك في تموين او مفيش تموين هتعملي ايه. كمان حاطط لك منيو ل 30 اكله. طبعا المنيو ده مش هنمشي عليه بالترتيب، انا حاطط لك هنا 12 اكله رز ورا بعضيهم، 8 اكلات مكرونه ورا بعضيهم. هتقسميهم على مدار الاسابيع بتاعتك، يعني مثلا اسبوع فيه مثلا 3 اكلات رز، اسبوع فيه اكلتين مكرونه، براحتك خالص. انا بس مجرد اديتك افكار للمنيو ازاي تعملي منيو 30 اكله، لكن انت بقى قسميهم الاكلات دي. عايزه مثلا كام اكله رز، كام اكله مكرونه، كام اكله فيها لحوم، كام اكله فيها اكلات شعبيه على مدار كل اسبوع. هتعرفي الميزانيه تظبط معاكي وتكون معاكي مظبوطه 100%. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى اكون افدتكم ان شاء الله حتى لو بمعلومه بسيطه. اشوفكم ان شاء الله على خير.